هل مريض الكبد هيصوم في رمضان؟ طبعا ده قرار مهم وصعب في نفس الوقت، وهيكون بالتنسيق مع الطبيب المعالج لحضرتك. لازم يشوفك قبل رمضان ويفحصك ونعمل بعض التحاليل اللي نحكم بيها على حالتك الطبية. أولا مريض الكبد اللي حالته غير متكافئة، مريض الاستسقاء، مريض الغيبوبة الكبدية، مريض النزيف المتكرر اللي جسمه مورم، مش هينفع يصوم في رمضان خالص، لأن لازم يحافظ على وجبات متكررة عشان يحافظ على كفاءة الكبد. أما مريض الكبد اللي حالته متكافئة أو مصاب الفيروس اللي بياخد علاج فقط، ده هيصوم عادي خالص، مفيش أي مشكلة. الرسالة: مريض الكبد في رمضان قرار الصيام بيكون في إيد الطبيب اللي بيعالج، لازم ناخد بالرخصة. عاوزين نعبد ربنا بفن وبعلم زي ربنا ما أمرنا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي فرض الصيام، وهو سبحانه وتعالى اللي أعطانا الرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تنفذ أوامره. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم. دكتور إسماعيل قاسم، استشاري أمراض البطن والجهاز الهضمي والكبد والمناظير، معهد الكبد القومي.